هني هذا الحطب اللي راح نستخدمه لإشعال النار. لو تلاحظون هني أنا مسوي حركة بالطوابيق، رافع الجدر بالطوابيق وحاط مجموعة من السيراميكات تحت عشان ما نوسخ. المهم هذه هي البهارات الصحيحة لهذه الطبخة، عبارة عن فلفل حب، ليمون يابس، هيل، جرفة وورق غار. خضروات هذه الطبخة: بصل، ثوم حب، ثوم مهروس، كزبرة، بقدونس. ما في أي بهار في الماي، فقط ينحط ملح فقط لا غير. كمية البصل في هذه الطبخة لازم تكون وافرة، يعني تكون كمية محترمة هي والثوم. أنا استخدمت في هذه الطبخة تيس محلي عمره بين 6 شهور إلى 8 شهور فقط. في هذه الطبخة لا تستخدمون أي نوع من أنواع الشحوم، خلوا الشحم اللي يطلع من الذبيحة فقط، أو أنكم تزيدون شوية لية، لكن تحطون سمن غير ذلك، زيوت لا أبدا. شوفوا يا جماعة، تقريبا العدد اللي أنا ماخذه، طبعا كل كيلو راح يأكل 5 أشخاص، فأنا راح أسوي كيلوين عيش. هني عندكم الزبيب والحمص المجروش، محطوطين في الماء قبلها بساعتين 3 ساعات. وأيضا هذه هي بهارات هذه الطبخة اللي راح تنحط على اللحم على طول. خليط ماي الورد مع الزعفران شيء مهم جدا تحطون على اللحم بعد ما تحطون البهارات، ودايركت على الفرن. على درجة حرارة الحطب. الذبيحة تاخذ بالضبط من 2.25 ساعة إلى 2.5 ساعة فقط، لا تزيد، لأنك لو زدت اللحم هذا راح يذوب. هني سوينا فتحات وحطينا فيهن الثوم. وأيضا أنا قاعد أخلط البهارات، طبعا حطيت البهارات وحطيت عليهم شوية ماء. البهارات نفسها حطيناها على اللحم، وما ننسى الزعفران اللي سويناه قبل شوي. وعلى الفرن على طول على درجة حرارة 180-190 درجة سيليزية لمدة 25 دقيقة لنص ساعة لما يتحمر الوضع كامل. العيش تم غسله ونقعه في الماء وتحطه في الثلاجة قبل الطبخة بنص ساعة تقريبا أو ساعة. في هالمرحلة تخف درجة الحرارة تحت الجدر كثير، يعني تخليها وايد قليلة، ما تخلي الحرارة وايد عالية عشان ما تحرق العيش. بيرفكتو. يا سلام. Some shit. Abdullah. سم الله. وكل عام وانتم بألف خير، وعيدكم مبارك.